تصدير الإرهاب من الجزائر للمغرب. هذا التفجير ما كانش هو الوحيد، بحيث كان مخطط في نفس اللحظة تم عمليات أخرى في مدن مختلفة، ولكن المخابرات المغربية غتقدر تحبط عملية بفاس وبالقنيطرة منين غيتم إلقاء القبض على بعض المخططين لعمليات إرهابية، ودائما كانت كتستهدف السياحة والمدن السياحية. كانت غتكون عملية إرهابية كبرى، وغيلقاو كمية هائلة من الأسلحة في أكنول وفاس ووجدة والقنيطرة وفي مقبرة سيدي عمارة بمراكش. وبعد 27 سنة من هذه الأحداث، وبالضبط سنة 2020، غادي يتم تسليم المغربي عبد الإله زياد لجندات المخابرات الجزائرية في هذا الهجوم الإرهابي، وأحد كبار المخططين في هذه العملية اللي غيتم تسليمه من طرف السلطات الفرنسية للسلطات المغربية. المهم في الأخير بقات عملية أطلس آسني نقطة تنافر بين الدولة المغربية والنظام الجزائري، الحدث اللي غيفيق المغرب باش يستعد للتهديدات الإرهابية واللي مازال غيتكوى بها من بعد، الشيء اللي غيؤدي للتعاون بين المغرب والغرب في مجال مكافحة الإرهاب، بينما باقي أزمة فندق أطلس آسني كتبين تحجر العقلية الجزائرية والسياسة اللا عقلانية للمسؤولين الجزائريين اللي فضلوا يصنعوا عدو وهمي للجزائريين وبعبع سميتو المغرب، الشيء اللي ما غادي يخلي حتى مجال للتحرر من النظام العسكري إلا بالتحرر من وهم العدو المغربي. كانت هذه هي قصة هجمات أطلس آسني من البداية للنهاية.